غدات المحشي كل تكاتها وتفاصيلها، ان شاء الله تحوزي اعجابك، تقعد معاكي طبعا طول السنه. يلا نشوف انا عملتها ازاي بكل سهوله، ان شاء الله هتعجبك اوي وتحوزي اعجابك. معاكي صفاء مجاهد من صفحه طبق طبانا. لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي دعميني بسبسكرايب، فعلي معايا القناه عشان يوصلك مني كل جديد. شكرا جدا لمتابعتك. الخضره ما شاء الله كبرت اهي زي ما انت شايفه كده، والحزمه بقت مليانه. بس بنعمل ايه؟ بنمسك الحزمه حزمه ننقيها، بيبقى فيها زي الحشيش ده كده او اي حته صفرة زي ما انت شايفه كده، بنشيلها وبعدين نقشر البصل. حاجه ان الخضره تتغسل كويس 3-4 مرات تحت ميه جاريه لغايه ما الميه بتاعتي تبقى نضيفه زي ما انت شايفه كده. والبصل يتقطع رفيع سواء على البلانشه او في الكب. شايفه بصي البصل يتقطع رفيع تمام، يبقى مفروم رفيع كده، سواء تقطعيه في الكبه زي ما قلتلك او على ايدك. والخضره كمان تبقى متقطعه رفيع كده زي ما انت شايفه بصي تمام. طيب بعمل ايه بقى؟ بسيبه شويه على النار لما يتبخر منه شويه ميه. طبعا البصل الاحمر بيبقى حلو قوي مسكر في التخديعه. طيب الكميه بتاعتي انا عاملاها كتير. طب كل كيلو من الطماطم مش اقل من ربع كيلو بصل او بصلتين كبار قوي تمام، لان المحشي بيحب البصل بيديله طعم حلو قوي. والزيت بيتحط طبعا حسب الكميه بتاعه البصل. هنسيبها بقى على النار تصفر. وبعدين الطماطم بيتحط له مش اقل من 3 حزم خضره مليانين، اللي هو شبت وكزبره وبقدونس. ننزل بقى بالزيت بعد ما البصله بتاعتي دبلت شويه عشان ما تاخدش زيت كتير، ونستنى بقى نقلبها كده ونستنى لما تصفر عشان تبقى مسكره. البصله بتاعتي اتصفرت زي ما انت شايفه، وابتدي انزل بالطماطم سواء انا مفرزاها زي ما انت شايفه كده او لسه ضرباها جديده، فبستنى لما الميه بتاعتها تتبخر تماما وهوريكي الخطوه دي. طبعا تقلبي وتبشريها لغايه ما الزيت يطلع على الوش زي ما انت شايفه كده، معناته ان الصلصه بتاعتي اتسبكت تمام والميه كلها بتاعتها طلعت. وبعد كده بنبتدي نحط لها الخضره تمام. الخضره طبعا مفرومه زي ما انت شايفه ناعم عشان تبقى كويسه. نقلب نديها بس ايه غلوتين. نحط الملح بقى، الفلفل والبهار بتاعنا حسب طبعا الرغبه وحسب ما انت بتحبي الطعم ايه. في ناس بتحب تحط فيه نعناع منكهات يعني. انا بحب الفلفل البابريكا طبعا القوطه حمراء زي ما انت شايفه، لان انا مصلصاها وحاطه فيها بابريكا. طب لو انا نسيت احط او ما عنديش بابريكا ساعه التسليس بروح حاطه في صلصه المحشي بابريكا عشان بتديها اللون الجميل اللي انت شايفاه ده اللي هو بتاع معجون الطماطم تمام. زي ما قلت لك بحط ملح وفلفل شويه بهار بسيطه، اهم حاجه الملح والفلفل. طيب معايا ايه تاني؟ الهريسه بتاعت الشطه، ودي طبعا بنقص من ديت وبعد كده بزودها وهوريك هتبقى عامله ازاي. بعد ما غلوا غليتين زي ما انت شايفه بنزل بالملح والبهار بتاعي والفلفل الاسود واقلب كويس. احط 100 كيسين كده اهوت عشان اللي مش بيحبوا حامي، او ممكن اعمل له كده اهوت اللي مش بيحبوا حامي يعني، او ما تحطيش خالص هريسه. طبعا معايا الهريسه دي هي اللي تحفه بتدي تست حلو قوي للمحشي. بننزل بيها كده وبعدين نقلبها تقليبه حلوه تمام. وكده الصلصه بتاعتي جهزت. معاكي صفاء مجاهد من صفحه طبق طبانا. اول مره تشوفي القناه بتاعتي ادعميني بسبسكرايب وعلي معايا القناه عشان يوصلك مني كل جديد. وشكرا جدا لمتابعتك. بصي عامله ازاي تحفه.